دي يا جماعة المفروض في هنا حيوانات. بكم بقى ايه نكمل نعيمة ايه. كان في ايه تاني؟ وعصافير حابسينها يا عيني. في ايه تاني؟ تعالوا نشوف في ايه تاني. في نفانيس اهي وفي غزال بس شكله مرهق جدا. الاوتيل هنا يعني سيء قوي، ما انصحش حد بصراحه ان هو يجي هنا. يعني تحس ان انتوا قاعدين في نادي كده، الموضوع مش لطيف خالص. تعالي نكمل نروح على البيتش نشوف الدنيا هناك فيها ايه. ده كده طريقنا للبيتش. هو المشكلة ان البول المياه مش نظيفة خالص وفي ريحة وحشة جدا. يعني بصراحة ما قعدناش، انا بس عملت الريفيو ومشينا. تعالي الاول نشوف البيتش. يعني هنا الغرف يعني الفيو بتاعها احسن من هناك على الاكوا. دي كيدز اريا. الاكوا ثانية كبيرة. حقيقي تجربة سيئة جدا، احنا ما قعدناش، فانا مش هعرف بقى طبعا اصور لكم العشاء ولا الفطار. ده مكان الانيميشن كده، والبار هناك بتاع الاكوا. انا صورت لكم التفصيل واحنا خارجين منه، عشان انا وانا داخله ما كانش مشجع خالص، فقلنا نشوفه الاول. هو في هنا بقى ملاعب كوره، في ملعب كوره هنا صغير نروح عنده، في تنس كده. احنا خلاص رايحين عند الريسبشن، ودي السناك. احنا دلوقتي بقى هنروح اوتيل تاني هصوره برضه ان شاء الله هيكون احسن. يعني هو بص الشارع اهو، الريسبشن هناك اهو، الشارع اهو، تدخل من الشارع على طول على الاكوا، مش محتاج تمشي كتير. طيب دي الغرفة يا جماعة. ان احنا للأسف اتدبسنا في ليلة لأن مرضيوش ده التويلت، مرضيوش للأسف ان احنا نلغي الحجز ونروح اوتيل تاني
قال لنا هيخصموا الليله، فاضطرينا نبات هنا ليله وهنمشي بكره ان شاء الله. هي الغرفه اهي كده. دي غرفه الدبل. في هنا ازازه الميه وفي شاي نسكافيه، في كاتل، دولاب. دي برضه غرفة دبل، بس هنا في ترابيزة، كرسيين، وفي هنا انتري صغير. هنا ايه بقى؟ هنا التويلت اهو. ودي الغرفة، بس الغرف يا جماعة كئيبة جدا لان الاضاءة ضعيفة وكئيبة قوي. تعالوا نشوف الفيو بتاعها. الفيو على الاكوا. دي برضه غرفة تانية فاميلي، بس للأسف بقى الغرف الفاميلي ما فيهاش تكييف هنا، تكييف بس جوه. دي برضه الغرفة تكييف بس هنا اهو، لكن بره للأسف مفيش تكييف. والتويلت اهو. ده الريسبشن، طبعا صورنا بالليل. بس انا بصراحه بقى الميزه، الحاجه الحلوه قوي، الاستاف هنا ناس محترمه جدا 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 ومتعاونه جدا. ولما لقونا ان الاوتيل مش عاجبنا ومش عايزين نقعد، يعني احنا عايزين نعمل اي حاجه عشان نريحكم والمكان تبقوا مبسوطين فيه ومش عايزين تبقوا متضايقين. هو الناس هنا بصراحه محترمه قوي قوي قوي. بس في حاجه كمان نسيت اقولها لكم، ان هنا المراتب في الغرف وحشه قوي، ناشفه جدا ومش لطيفه خالص، يعني النوم عليها صعب قوي. هو الريسبشن هو هنا بالظبط كأنكم بقى في أي دار من الدارات، يعني هو هنا ده تبع القوات الجوية، فكأني بقى رايحة أي دار في القاهرة، مفيش فرق كبير، هو نفس الموضوع. كأسوأ فندق فيه كلاب. أول ما أشوف أوتيل فيه كلاب وقطط يا جماعة برضه. الكلب شافه جري. يلا